قراءة الفاتحة 7 آيات، 3 لك و3 لله وواحدة بينك وبين الله. اللي لله 3 الأول الحمد لله رب العالمين أي الثناء، الرحمن الرحيم التمجيد، مالك يوم الدين التعظيم، هذه 3. إياك نعبد وإياك نستعين، بينك وبين الله، منك العبادة ومن الله الإعانة. تجي اللي لك أنت اهدنا، تطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه واحدة، غير المغضوب عليهم وهم اليهود. 2 ولا الضالين وهم النصارى، هذه لك. قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، والحديث الصحيح قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. لو فكرنا بهذا الكلام نقعد نفكر في الدنيا؟ لا أبدا. فكر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام. كان بالإمكان تكون كافر، ما أنت مسلم، يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا ملحد ولا، لكن ربي خلاك مسلم. أنت اللي اختار الإسلام لنفسك؟ أبدا، ما أنت، ربي اختارك. أيضا كان بالإمكان أن تكون ما أنت عربي، حتى ما تعرف القرآن، الآن عربي، لسانك عربي. تدري أن بعض إخواننا الأعاجم يبذلون أعمارا حتى يفهمون كلام الله، وأنت تفهمها من يوم أنك صغير. أيضا في بلد الحرمين الشريفين إذا بغيت عمرة ولا مكة طوالي، لا تأخذ جواز ولا سفر ولا تدخل قرعة ولا تركب طيارة ولا شيء، تشغل سيارتك وإذا بك ساعات وأنت في الحرم، هذه نعم عليك. بعدين وأنت في الحرمين ربي هداك. في ناس في بلاد الحرمين وهم ضلال، على الضلال، على الكفر، على الفسق، أنت ربي هداك ووفقك، تقول الحمد لله رب العالمين، تحمده على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن، على نعمة العافية، على نعمة الرزق، على نعمة الغزارة التي لا تستطيع لها حصر. بعدين مالك يوم الدين، اعتراف بأن المالك لهذا اليوم الذي ليس لأحد فيه سلطان إلا الله، فكأنك تقول أنت مالك يوم الدين وأنا أحتاج إليك يا ربي. وبعدين تقول الرحمن الرحيم، أنا عبد ضعيف، أنا فقير، أنا مخطئ، وأنت رحمن وأنت رحيم. بعدين تعاهد ربك، هذه عهد بينك وبين الله، ألا تعبد إلا هو ولا تستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم المعمول على العامل، إياك، ما قال نعبد، قال إياك للاختصاص، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. بعدين تسأل الله هذه ال3 الأسئلة، أن يدلك ويهديك على الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بعدين ويجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به. وكذلك من عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود. ولا الضالين الذين يعبدون الله على ضلال وعلى جهل وهم النصارى. وكذلك من يعبد الله الآن من هذه الأمة على ضلال وعلى غير دليل شرعي فهو ضال وفيه شبه من النصارى. ثم تقول آمين، أي اللهم استجب. الإمام يؤمن وأنت تؤمن والملائكة تؤمن، من وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له.